النخب السياسيه او بعض النخب السياسيه الموجوده حاليا بتمارس دور الاستعلاء على الشعب. هي من حقها تتكلم ومن حقها تكتب دستور ومن حقها تكون موجوده. طب يا جماعه مين اختاركم؟ من وضعكم في هذا المكان؟ يعني كان ينبغي انكم تكونوا احرص الناس على التشكيلات المتوازنه، ولا هو احنا لما نيجي نتكلم عن الانتخاب يبقى الانتخاب هنا لا قيمه له، يبقى اليات الديمقراطيه هنا صفر، تاخذ صفر لا قيمه لها. يعني ينبغي ان تصدر لنا هذه النخب خطاب يتناسب مع عقولنا. النخب اللي بتعيب، اللي عابت على جماعه الاخوان المسلمين، التشكيل غير المتزن للجمعيه التاسيسيه الاولى اللي هم وصفوه بانه غير متزن، لكنه كان في النهايه تشكيل نابع من برلمان، نابع من انتخابات، حتى وان كان في غير اتزان، عدم اتزان، حتى وان كان في نوع من العوار، لكنه في النهايه نابع من انتخاب. طب لما يكون عدم الاتزان ده نابع من تعيين سلطه معينه، سلطه غير منتخبه، من الذي اعطاها الحق في ان تشكل مثل هذا التشكيل؟ لا سيما انا ما اعطيتش حضرتك. انا بسالك والله. طب يكمل بس. ممكن اساله؟ طيب حاضر ثانيه واحده بس. يكمل فكرته وبعدين نظبط بالظبط كده. خلاص انا بقول حتى من باب التنزل يعني. هنفترض يا سيدي ان اللجنه اللي فاتت كان فيها عوار، بس عوار وضعه من انتخب، من انتخبه الشعب على اساس اعلان دستوري. الاعلان الدستوري ده بينص على ان البرلمان الشعب اعور على لو سمحت ما تقاطعنيش. لا ده مش مقاطعه، ده مناقشه كده. على فكره الكلام اللي الاستاذ جمال كان فيه ملاحظات كتير جدا وانا مش قاطعه، اديني وقت كامل. اتفضل. هذا الخطاب خطاب احتكار الحقيقه. من الذي يحتكر؟ هو مين اللي عايز يحتكر انه يتكلم باسم الشعب؟ يقول لك منظومه الادعاءات، وهو يمارس نفس المنظومه من الادعاءات التي لا اساس لها من الصحه. يقول لك الناس دول عايزين يقسموا نفسهم في نص، ياخدوا 50% وبقيت الشعب 50%. ولا مش هترضى يا سيدي الفاضل اسمعني لو سمحت. خلاص؟ مين اللي قال كده؟ هذه منظومه من الادعاءات يراد تصديرها لممارسه نفس الخطاب الاقصائي اللي كانت تمارسه جماعه الاخوان. انا ارى ان احنا ازمتنا ازمه نخب، سواء بعض النخب اللي بتنسب للتيار الاسلامي او بعض النخب اللي بتنسب للتيارات اليساريه والقوميه. كل واحد بيوجد في مكان يريد ان يستبد بهذا المكان، ويريد ان يكون موجودا وحده ويقصي الجميع، وهو في ظل هذا كله بيتشدق بالفاظ براقه. لكن يؤسفني ان اقول ان جماعه الاخوان كانت بتتشدق بالصندوق، فبما يتشدق هؤلاء؟ بما يتشدقون؟ ليس لهم صندوق يتشدقون به. يكلمون عن الاحتكار ومش الاحتكار، وهم اكثر من يحتكرون. لما طار زي الطار اليساري يجي في اللجنه دي ممثل في الجمله يعني 11 فرد، وهو في كل الاستحقاقات الانتخابيه الماضيه كانت نسبته في منتهى الضآلة بدون ذكر نسب يعني. فده امر في الحقيقه يبعث على الاستغراب. 11 عضو من احزاب سياسيه وشخصيات عامه بالضبط كده. فعايزين نتكلم عن المعايير. على اي معيار انتوا دلوقتي نخب بتوجهوا الناس؟ قولوا للناس يا جماعه ايه المعيار اللي شكلت على اساسه تلك اللجنه.